السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واش عارف عزيزي المشاهد باللي كاينين كلمات في الدارجة المغربية هما في الأصل من اللغة العربية الفصحى، وكانت العرب قديما كتستخدم هذه الكلمات وباقي لحد الآن كيستخدموا هذه الكلمات، ولكن قد يختلف المعنى ديالهم عند العرب وفي الدارجة المغربية. ولكن بالرغم من ذلك هذه الكلمات في الدارجة المغربية المعنى ديالها هو المعنى الحقيقي، والدليل على ذلك أن هذه الكلمات جاءت في القرآن الكريم بنفس المعنى ديالها في هذه الدارجة المغربية. مثال على هذه الكلمات كلمة تقضية. تقضية عندنا في الدارجة تعني هي البضاعة أو القفة اللي كنعمروها من السوق. المعنى ديال هذه التقضية في اللغة العربية الفصحى جاية من كلمة قد الشيء. قد الشيء أي جمعه وأخذه، وهذه مذكورة في القرآن سورة يوسف. وقدت قميصه. قدت قميصه أي جمعاته وقامت بقطع القميص. نفس هذا المعنى عندنا في اللغة العربية في الدارجة المغربية. ملي كتمشي تقضى شي حاجة من السوق كتجمع مجموعة من الأشياء وكتشريها وكتاخدها.